يعطيهم ألف عافية، يعطيهم ألف عافية. ما شاء الله عندك أجواء جميلة، وإحنا متحمسين نعرف وش مجهز لنا أيضا، وفي أطفال ما شاء الله وألوان رائعة. فعلا عندنا فقرة شيقة جدا ممكن نسميها كرنفال، بحكم أن فيها مجموعة كبيرة من الأطفال وفيها الكثير من الفعاليات الرائعة اللي راح نغطيها اليوم معاكم في أكثر من طلعة. فقرتنا هي فقرة فن وفطن رؤية 2030. هذه الفقرة راح نتحدث فيها أكثر مع المؤسسين لهذه النقطة وهذه الفقرة. راح ينضم معي بالكادر الأستاذ محمد آل بادي، راح يخبرنا أكثر عن هذه الفعالية اللي موجودة عندنا اليوم. صباح الخير أستاذ محمد، ويسعد لي أوقاتك بكل خير. أسعد الله كل أوقاتكم وأوقات كل من يشاهدنا، وعيدكم مبارك وعيدكم فن فطن. احنا باسمي وباسم فريق فن فطن نعايد على الجميع ونقول انه بالفنون ان شاء الله نقدر نوصل رسائل والقيم المرادة وتوجيهها للنشء عبر الفنون، بحكم تخصصنا أو تخصص فريقنا في الفنون في مجالاتها في جميع وكافة الفنون. ونقول إن الفنون لها دور كمان في المساعدة، وتكون ساعد ورافد في تحقيق المنجزات. لذلك قلنا إنه أهم شيء لتحقيق المنجزات هو الحب. لذلك خلينا عنوان المشاركة حقتنا اليوم هي بالحب نقدر 2030، ومعنا كذلك لوحة تجسد ذلك ويشرحها لكم الأستاذ عبد العظيم الضامن، عضو فريق فن فطن ومستشار فن فطن في الشرقية للفنون التشكيلية. جميل، يعطيك الف عافيه استاذ محمد، شكرا. طبعا ينضم معنا بالكادر الاستاذ عبد العظيم الضامن، غني عن التعريف، صاحب فنون تشكيليه ورائد من رواد الفن في المنطقه الشرقيه والمملكه العربيه السعوديه. استاذ عبد العظيم يعطيك الف عافيه وكل عام وانت بالف خير. صبحكم الله بالخير وكل عام وانتم بخير، وايامكم ان شاء الله كلها سعاده وفرح والوان جميله ان شاء الله. نعم، مشتقه من الواننا اليوم ان شاء الله. الله يسلمك. فن فطن الحقيقة هي مبادرة جميلة جدا، كيف نجعل من الفن فن ذكي، الطفل يكون ذكي، يكون آمن، يكون سالم، يكون مقتدر على التفكير. بدأنا باللوحة من قبل 3 أيام الحقيقة مع الأطفال، عملنا لهم ورش عمل على أساس أنهم يكونوا متدربين نحو الخيال، كيف يطلقوا خيالهم وعنانهم إلى الآفاق المستقبل. رؤيتنا 2030 هي نفس العنوان اللي احنا جالسين نعمل عليه على هذه المبادرة فن فطن. كيف يرى الأطفال المملكة مع رؤية المملكة 2030. إن شاء الله بنشوف حاجة جميلة اليوم مع الأطفال. أنا مستمتع زيكم. اللوحة بتكون هي فرصة الحقيقة على أساس أنها تطوف كل مناطق المملكة لتسجيل رؤية أطفالنا في مناطق المملكة حول 2030. الفن وسيلة من وسائل التعبير الصامتة أحيانا، أعتقد أنه يوصل رسالته ويكون سلطة قوية جدا، وكلنا نعرف مدى تأثير الفنون على الرؤية، على الإنسان، على المجتمع بشكل كبير جدا. أستاذ عبد العظيم، مثل ما قلنا أنت ما شاء الله يعني من أحد رواد الفنون اللي موجودة بالسعودية وبالشرقية بالتحديد، وهذا أكثر صار لي معاك أكثر من لقاء، وتكلمنا أيضا عن بعض اللوحات الجميلة اللي كانت في السابق. تكوين فكرة للوحة، هل هذا الشيء يحتاج شيء يعني خارج من المجتمع ولا من ضمن نطاق مجتمعنا السعودي؟ فكرة اللوحة أنا يمكن دائما أركز على الإبداع. الإبداع هو أن تأتي بفكرة خلاقة. ممكن نكون كلنا فنانين، أنت ترسم وأنا أرسم وهذا يرسم، لكن كيف أنت تجي بفكرة خلاقة، هنا الإبداع. لذلك أنا لاحظت على الأطفال حقيقة بحاجة إلى من يعطيهم أو يغذيهم بالأفكار. الأفكار تجي تلقائيا تجي، وأيضا تحتاج إلى نوع من المفاتيح. لما تعطي الطفل حتى الموهوب، بغض النظر إن كان طفل وإن كان شاب وإن كان كبير، أحيانا بس محتاج إلى مفاتيح بسيطة ومنها ينطلق. جميل جدا. استاذ عبد العظيم، جولتنا معاكم مستمرة، راح نرجع أيضا في أكثر من طلعة وراجعين لكم إن شاء الله.
مشاهدينا طبعا مبدئيا هذه فقرتنا اليوم اللي تكلمنا عنها اللي هي بعنوان فن فطن. تكلمنا فيها بالمختصر، راح نرجع لكم ان شاء الله في اكثر من طلعه، وراح نسلط الضوء على الكثير من الفعاليات الموجوده في هذه الفقره. عوده لمحمد ونور بالاستديو، اشوفكم ان شاء الله بعد شويه. شكرا رشاد، شكرا على هذا الجو الجميل، واحنا ايضا نترقب في الفقرات التاليه ان تكون معنا وتعطينا اجواء ايضا جميله. شكرا رشاد، يعطيك العافيه. عجبني كثير اندماج الاطفال بالرسم والمظاهر الوطنيه الجميله هذه. نعم، في رساله يعني رساله الفن، وهذا دور الفن ربما لايصال رساله لهذا النشر. صحيح. صباح الخير رشاد مره ثانيه. عوده لكم مشاهدينا الكرام، كل عام وانتم بالف خير. عيد فطر سعيد على الجميع، وحياكم الله محمد ونور ايضا بالاستديو معانا. حابب اوجه لكم كلمه واقول لكم شيء وللساده المشاهدين، بان هاشتاج بالحب نقدر 2030 قاعد يحقق اعداد كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي، فهذه دعوه لكل اللي قاعدين يتابعونا ولكل الفنانين التشكيليين الموجودين بالمملكه، ان شاء الله بامكانهم ايضا ان يشاركونا بهذا الهاشتاج وينزلوا اعمالهم الفنيه عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. وحابب ايضا ان نسلط شويه الضوء على الاطفال اللي قاعدين يشتغلوا شوي في الفعاليات الموجوده عندنا وبهذه اللوحه الجميله. فتعرفين عن نفسك يا حلوه؟ تعالي. اسمك؟ حوراء. طيب تقولي ليش قاعده تسوين الحين؟ اسوي هذا برج ونخله زي نعم. الزراعه. هذه اللوحه انت قاعده تشتغلي فيها تلوين؟ ايه. طيب. رسمت وبالون. طيب قولي عن الابراج الموجوده، اي برج هذا الموجود؟ هذا برج العرب. برج العرب اللي وين؟ في دبي؟ لا، عندنا في السعوديه. السعوديه. اوكي، المملكه والفيصليه. طيب اوكي، وايضا شو اللي موجود عندك؟ هذه نخله جنب البرج. جميل جدا، شكرا يا حوراء، شكرا. خليني اخذ هذا الولد الحلو اللي معانا. كيف حالك يا بابا؟ زين. شو اسمك؟ نبراس. نبراس قاعد تسوي؟ عصفور. ترسم العصفور، ها تلون. طيب نبراس، تحب الالوان؟ نعم. شو تحب ايضا غير الالوان؟ تحب الرسم؟ نعم. جميل يا نبراس، شكرا حبيبي. اشوف الطفله اللي هني حبيبتي، كيف الحال؟ صباح الخير. صباح النور. تعرفيني باسمك؟ حوراء. طيب حوراء، ايش قاعده تسوي هنا؟ اسوي برج. اوكي، كلميني عن هذا البرج اكثر. برج من خيالي. من خيالك انت؟ يعني هذه فكره من مخك انت؟ ما شاء الله. انت اللي رسمتي وانت اللي لونتي لوحدك، ما حد ساعدك؟ ايه. كامل. اوكي يا حوراء، يعطيك العافيه، شكرا. عفوا. طيب، وايضا عندنا احد الاطفال اللي موجودين، والاعمال الفنيه لها دور كبير في اثراء الفكر للمجتمع. مرحبا، يعطيك العافيه. الله يسلمك. عرفيني ايش قاعده تسوي؟ ارسم الحياه بعد 15 سنه. رسمت المركبات. رسمت المركبات بدل السيارات. نعم. وسويت برج وجزيرة. ما شاء الله، يعني هذه فكرة انه بعد 15 سنة ممكن يكون في مركبات فضائية مو سيارات؟ إيه؟ انا اتوقع انه اكثر شوية بعد، مو بس 15 سنة. يعطيك العافية، بس ما عرفت اسمك؟ حوراء موسى آل درويش. يا هلا وسهلا، فرصة سعيدة. طيب، والطفلة اللي عندنا الحلوة اللي هنا بعد، قولي لي ايش قاعدة ترسم، ايش قاعدة تسوي؟ قاعدة ارسم ابراج. هم يعني ابراج 3 ألوان متناسقة. جميل جدا، يعطيك العافية، الله يسلمكم. وأيضا حابب أتوجه بالحديث إلى بعض الأمهات اللي متواجدين معانا اليوم في الاستديو ودعم لأبنائهم. صباح الخير، يعطيك العافية. صباح الأنوار. تفضلي معي بس هنا، الله يسلمك. طيب، أنت كأم موجودة معانا اليوم بالاستديو وحابة تنمي الموهبة اللي موجودة عند أطفالنا، سواء كانت موهبة فنية، رسم، تشكيل، ألوان، موسيقى. إيش دورك كأم في إنماء هذه الموهبة وفي تطويرها عند الأطفال؟ أنا دائما نشجعهم على يعني موهبتهم، تنمية موهبتهم، ووديها دورات. تشارك دائما مع أستاذ عبد العظيم، شاركوا على الكورنيش ورسموا، وتحضر دورات. آخر شيء في رمضان حضرت دورة رسم. جميل. أنت أم البنوتة الحلوة اللي اسمها؟ مريم العصافرة. مريم، إيش دورها في هذه اللوحة بالضبط؟
هي رسمت هذه اللوحة، هي رسمتها كلها، وحابة هي ترسم قلعة، تحب هي الآثار والأشياء التراثية، فرسمت قلعة. هل موهبة الرسم عند مريم ما شاء الله هي لسه طفلة صغيرة، بس هل الموهبة هذه كانت موجودة من أيام ما كانت هي بيبي أكثر؟ أي من لما كانت صغيرة وهي ترسم، تحب الرسم دائما. جميل جدا، يعطيك ألف عافية. شكرا. الله يعافيك. السلام. تعرفينها باسمك؟ فاطمة. فاطمة قولي لي ايش قاعدة تسوي أنت الحين هني؟ قاعدة هني أرسم مباني، يعني أغير يعني كيف. نعم. أرسم. ترسمي. طيب قولي لي ايش معنى هذه اللوحة اللي سويتيها؟ خلينا نوجهها للكاميرا يمكن عشان الكاميرا تشوفها. ايش معنى هذه اللوحة؟ هذه مباني يعني إحنا نتخيل نفسنا نغير يعني كيف بتصير يعني البيوت كذا. جميل 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 جدا. طيب يا فاطمة شكرا جزيلا. عفوا. طيب استاذ محمد تفاعل الاطفال في هذه اللوحات الفنيه، الفن له دور في توصيل فكره معينه، ايش رايك في هالموضوع؟ هو الفن اكيد يوصل فكره معينه، واكيد انه يوصل رسائل، وفن فطن هو متجه بالفنون بكافه الفنون لتقديم كافه الرسائل الانسانيه والوطنيه والمجتمعيه للطفل بالفنون. الان ودنا نسمعكم النشوده. طيب نستمع. بالحب نقدر. جميل جدا. اوكي. فاطفالنا راح ينشدوا انشوده الحين بالحب نقدر. يلا يا شباب. يعطيكم ألف عافية.
رسالة موجهة لكل الفنانين اللي شاركوا في تصميم هذه اللوحة، لكل الفنانين المشاركين في هاشتاج بالحب نقدر 2030، لكل فريق فن فطن. إن شاء الله يعطيكم ألف عافية على هذا الأداء الرائع والمتميز. عودة إلى محمد ونور في الاستديو وتكملة فقرات ما تبقى من برنامج صباح السعودية. شكرا لك رشاد، شكرا لجميع من معك من الأطفال وأيضا المشاركين في هذه اللوحات الجميلة. شكرا. نورة، بقي لدينا تقرير واحد. والله انبسطنا كثير مع